انا ضغطي ما بقاش مستحمل مع النادي ده، ضغطي وصحتي ما بقوش جايين مع النادي ده سكه. حسين الشحات مين اللي جمع متعلقاته وغدر النادي الاهلي وماشي؟ انا الصوره اللي ورايا اتكلت على الله. اعمل صوره تانية لا انتوا بتعملوا مجلس اداره اللي احنا فيه ده حبايب قلب خوخ. الفيديو ده هقول لكم مش اخر اخبار النادي الاهلي، اخر اخبار حسين الشحات مع النادي الاهلي. طبعا حبايب قلب خوخ كان في جلسه النهارده جامعه ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن عصام سراج وحسين الشحات. الجلسه دي اللي دار فيها كالاتي: ان النادي الاهلي رفع العرض المالي لحسين الشحات الى 25 مليون جنيه، 8 مليون دولت بتوع الاعلانات. بعد ما النادي الاهلي قعد وقال لحسين الشحات على المطالب الماليه ودولت الرينج بتاعنا البادجت اللي احنا هندفعه، حسين الشحات كان عاوز هو يعلي العرض اكتر. قال لك ان دي مش المطالب الماليه اللي حسين عاوزها، حسين اللي قال كده ان هو العرض عاوزه اعلى. كابتن سيد عبد الحفيظ قال له بص يا حسين، احنا نعقد جلسه تاني يوم السبت المقبل نشوف فيها القرار النهائي ما بيننا وما بينك، فكر واقعد مع نفسك وفكر. حسين الشحات يقفلها كده مش كده، واخد بعضه دخل اوضه اللب، جمع متعلقات ونادى عمال الغرفه، اتصور معاهم صوره ونزلها على الانستجرام. اي نعم هو نزلها وكتب الحبايب، بس انا قلبي بيقول لي دي صوره الوداع. انا قلبي انا سامعاه اهو، سامعه بتقول ايه حبيبي؟ صوره الوداع. انا عارفه، انا بحس باللعب وهو ماشي. كان نهائي الدوري احنا بنحتفل، معلول بيعمل باي باي، انا اصلا كنت عارفه ان هو هو خلاص اللي بيبقى ماشي بيبقى باين عليه. انا عاوز اسال سؤال لمجلس اداره النادي الاهلي: هو انتوا عاوزين من جمهور النادي الاهلي ده سؤال اجب انتوا عاوزين مننا ايه؟ سكه ودغري بما يرضي الله. واحنا عارفين نتعافى علي معلول ولا اليو ديانج ولا عمرو السوليه ولا موسيماني ولا عبد المنعم ولا وسام، ارحمون، تعالوا له ما تدفعوا له اللي هو عايز هو يقول عليه. ده روح النادي الاهلي. يعني اتقوا الله فينا يا جدعان، يا جدعان ده ما فيش حد نقصنا. الدور الاول والدور الثاني حسين الشحات اي الماتش ده بس ده ياما نينجا ياما عمل معانا كتير. ما هو ملوش حق ان هو يعلي ويبقى ليه مطالب. انتوا معلين مطالب لا اله الا الله في الفريق، واي حد بيبقى عاوز زياده بتعلوه اللي هو عشان ساكت. الراجل ده يا مدان، الراجل ده كان بيجدد على بياض ووالدته ربنا يديها الصحه وطولة العمر تقول له امضي يا شحات، امضي يا حسين، النادي ده الاهلي ده بيتنا، تقدروا ليه اللي بيشترينا انتوا ما بتقدروهوش؟ ليه زي قفشه كده رحتوا قعرتوه، الواد بيموت في النادي الاهلي، واللي يشترينا نشتريه، انتوا اللي بيبيعنا بتشتروه. انتوا حاجه غريبه جدا انا ما بقتش فاهماها. يعني اللي بقى يتنك علينا ويتلت علينا تدفعوا له اكتر، واللي بيبقى شارينا وبيحبنا وعنده اخلاص للتيشيرت بيعوه. انا الموضوع ده ما بقتش فاهماه والله. طبعا حبايب قلب خوخه يمكنكم متابعه المباريات والاخبار عبر برنامج كوره زون، وسايبه لكم اللينك اول كومنت. طبعا الكلام اللي بيتقال ده في ناس بتقول لك من السبت ان شاء الله الموضوع هيتلم وحسين الشحات هيجدد، وكل اللي بيحصل ده ما هو الا تكهنات. في ناس تقول لك لا الموضوع انتهى تماما وحسين الشحات خلاص رسميا مشي من النادي الاهلي. انا بقى بطلع بتكلم بقول الكلام ده يمكن يحصل في الحاجه، يعني يحصل حاجه جديده، حد يقدر ينقذنا. هو مش معقول اللي يعني ما نتعلمش من اخطائنا خالص. يعني حسين الشحات ده علي معلول ده لما مش احنا عمالين نعيط عليه لحد دلوقتي، محدش يجي يقول لي انت بتعلي صوتك ليه. هم اللي بيستفزوني وبيخرجوا اسوأ ما فيا. طب اعلي صوت، حطوا نفسكم مكاني يا حبايب قلب خوخ. حبايب قلب خوخ انا الجو حر. رجع قفشه حسين الشحات. لما صدقت قلت ان قفشه رجع مع حسين مع طاهر، ناس تلملم اللعيبه، ناس تديهم روح. ما بقتش فاهمه حاجه، ما بقتش فاهمه قصه كابتن وائل جمعه دي. كابتن وائل جمعه اللي جاي مدير للكوره، احنا كل ما نروح كونفدراليه جيبوا لنا كابتن وائل جمعه. ما انا محتاجه حد يفهم، يعني هو كابتن وائل جمعه مكتوب على وشه كونفدراليه. هو مش فشل معانا يا حبايب قلب خوخه؟ حد يفهمني. كام جريد وفشل معانا. والله انا ما بتمنى لحد اتمنى ان هو يبقى احسن واحد في الدنيا كله في مصلحه النادي بتاعي، بس ليه بنكرر نفس الاخطاء؟ طبعا هو المفترض ان كابتن وائل جمعه بعد كاس العالم على طول، علشان هو طبعا متعاقد مع البين سبورت، هيخلص هيجمع متعلقاته وينزل للنادي الاهلي. واحمد فؤاد طبعا المذيع بتاع قناه البين سبورت طلع امبارح وقال ان خلاص كل حاجه رسميا وتمت. بس بسم الله ما شاء الله، اول مره اشوف نادي يتعاقد مع المدير الكوره قبل ما يتعاقد مع المدير الفني. ولا يكونش المصيبه ان هم يسترب مكمل معانا؟ ما انا برضو يعني لا وكتاب ربنا ده اكيد برنامج رامز جلال، اكيد انتوا ده برنامج مقال. اللي بيحصل ده مش طبيعي. انتوا ناويين كمان هتمشوا حسين الشحات يسترب قاعد؟ مش عاوزه اشوف حد يجي يقول لي انت قولونك تعبان ليه ولا صحتك ولا بتعلي صوتك عشان انا بشهد ده طبيعي. انا بس عاوز اسال سؤال ده لمجلس اداره النادي الاهلي: انتوا عاوزين من جمهور النادي الاهلي ايه؟ سؤال اجب يلا اجب بقى، اجب في الاجابه.